أكيد ركبت أسانسير في حياتك قبل كده، بس عمرك ما فكرت إن المراية اللي جوه دي محطوطة ليه؟ اوعى تكون فاكر إن المركب الأسانسير ده مكلف نفسه وجايب مراية طويلة وعريضة علشان بس انت تشوف فيها نفسك وتاخد لك صورتين سيلفي. ما هو مش عاشق جمالك في الضلمة يعني، المراية دي لأسباب تانية خالص، أهمها مثلا إنها بتساعد المرضى وكبار السن اللي بيستخدموا كرسي متحرك إنهم يشوفوا المكان كويس وهم داخلين، وخصوصا الأرض اللي تحتهم، علشان كده المراية بتكون في الوش وبطول الأسانسير كله، وده هتحتاجه برضو لو كنت بتنقل عفش مثلا ومضطر تدخله الأسانسير. ده غير كمان إن المراية بتدي إحساس بالوسع، ودي حاجة كويسة للناس اللي عندها فوبيا الأماكن المغلقة، خصوصا إن النظر في المراية ممكن يشتت انتباههم وما يخليهمش يركزوا في المدة اللي مقضيينها جوه الأسانسير. علشان كده برضو بعض الأسانسيرات بيشتغل فيها موسيقى أو قرآن. ضيف بقى كمان المراية بتعكس الضوء وبتخليك تشوف كل حاجة بتحصل في المكان اللي حواليك كويس جدا، يعني حاجة تقع، حاجة تتنشل، لمسة من حد قذر كده يعني. وآخر استخدام وقال لهم أهمية هو إنك تعدل فيها هدومك وتسبسب